نزل على نتفليكس مسلسل جديد اسمه كتالوج من انتاج احمد الجنايني من تاليف ايمن وطار واخراج وليد الحلفاوي من بطوله محمد فراج وريهام عبد الغفور. المسلسل عن اب مراته بتموت بتسيبه لوحده مع ابنه وبنته، وبيبتدي يكتشف مهامه كأب بعد موتها. هي مراته كانت بتعمل فيديوهات اونلاين اسمها كتالوج، فهو ابتدى يشوف ايه هو الكتالوج كانها سايبه له بعد ما ماتت، دليل كيف تتعامل وكيف تكون اب وكيف تتعامل مع ولادك. مع احداث المسلسل هو بيبتدي يكتشف مهامه كأب، وبرضه بنبتدي نكتشف حاجات تانية. انا مش حابب احرق، اولا عشان خاطر انتوا تستمتعوا بالمسلسل، وتاني حاجة عشان مكتب المنتج قريب قوي مني. المسلسل بيتكلم عن موت ام، وفي مشاهد مؤثره وفي مشاهد ممكن توصل معاك ناس تعيط، لكن هو في حتت كتير قوي بتضحك، وهو مظبوط ظبطه حلوه قوي. يعني انت مش هتستغرب يعني ان هو فجاه كده الراجل ده مراته ماتت، بس انت بتضحك لانك هو مش بيضحكك، انت بتضحك على الموقف اللي هو فيه، ففي فرق ما بينهم. كل حاجه معموله حلوه قوي. المسلسل ناعم وسلس جدا، ومسلسل حقيقي. الممثلين كمان، يعني مثلا سماح انور بقت يعني عامله زي اللعيب الراسي الهادي من لمسه ولعبه بتجيب جون. بيومي فؤاد يا جماعه بيمثل بنص. لما تشوف المسلسل هتفهموا ايه. يعني انت شايف نص بيومي فؤاد، نص بيومي فؤاد ده عظمه العظمه، فده راجل بيمثل بنص. ضيوف الشرف الموجودين طبعا اكيد شفتوا على السوشيال ميديا، ده كل واحد الدور ده مرسوم له. مسلسل كتالوج، هل هتعيط شويه؟ هل هتضحك كتير؟ هل هتنبسط؟ اكيد.